ازيكم اخواتي واصحابي متابعين قناه محمد والبطل لولو. معاكم محمد اخوكم. طبعا النهارده احنا خلاص خلصنا كده البوكس، عملنا الصور وركبنا الحاجات كلها. قعدت 3 ايام عقبال ما نزلت الفيديو اللي فات، وبعد ما خلصنا بس اتاكدت عشان اتاكد اللي فيه حراره عند الكلاب ولا لا، واشوف الكلاب مستريحه ولا لا. الحمد لله طلعت الامور تمام عندهم. والنهارده انا جاي اوضح لكم عشان لقيت كومنتات كتير على الفيديو اللي فات والفيديو اللي كان هناك الناحيه الثانيه، عملته بكام وكلفك قد ايه وارتفاعه كام ومساحته كام. فانا طالع النهارده اقول لكم انا عملت ايه كل ده تمام، واقول لكم الموضوع كلفني قد ايه عشان خاطر المعلمه لولو والمعلمه ده تمام. وهوريكم برضو باقي الحاجات اللي في البوكس، واوريكم الكلاب وهي نايمه جوه مستريحين ولا زعلانين. او انا ببقى عارف الكلاب لما بتبقى مخنوقه او متضايقه بيبان عليهم كده كده، عشان انت مربي فانت فاهم. لو مش مربي عمرك ما هتعرف الكلب محتاج ايه او عاوز ايه. الوقت بقى انا هوريكم، عشان في ناس سالتني برضو على اللمط دي وسالتني على كل حاجه، فاحنا لازم نعمل كل حاجه واوريكم كل حاجه ونقيس كمان مع بعض كم متر في كم متر وكلفتنا كم وارتفاع كم والدنيا دي كلها. فانت ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الكومنتات بتاعت الفيديو دي كلها اقراها وارد على الناس كلها، فاكتب كومنتات. بحبكم كلكم ويلا بينا نكمل الفيديو. طبعا ده بعد اول حاجه السيلر اللي احنا عملناه تمام وخد اللون ده، بس انا اللي دهنته ومش عارف بقى هو طلع معايا كده. البورتريهات دي كانت عندي، بدات بعد ما النجار مشى بدات اللي انا احطهم بمسامير ربط تمام. هو كان سايب لي هنا الشنيور وعملته تمام. ده اول صوره لدهب، وده الشباك تمام. طبعا هم نايمين جوه هم مزاجهم حلو تمام. هفتح لهم الشباك بس عشان انا بصور. ودي صوره لولو تمام. وفي ناس سالتني على اللمبه دي، هشغلها لكم دلوقتي تشوفوها نورها تمام. دي بتنور اصفر من فوق وتحت، انا كان نفسي اعملها هنا تمام. كانت هتنور الحته دي كلها، الدايره دي كلها دي كانت هتنور، بس المشكله في دهب وانا خايف عليها من الكهرباء، ممكن تعض حاجه تقطع سلك يحصل مشكله تمام. عشان السلك بتاعها باين من جوه زي ما انتم عارفين تمام. هي لو اتحطت تحت ممكن هي تاكل السلك، فانا بعد عنها السلوك بقدر الامكان. وده البورتريه التاني بتاع لولو، عسل لولو. يعني انا شايف لولو في وشها، يعني شوفوا الوش ده كده، بس دي وهي صغيره شويه وهي 5 شهور. وبصوا الوش هنا، هنا قمر حلوه في البورتريات تمام. وده الجنب التاني اهو اللي فيه الباب، دي صوره دهب اهي صغيره برضه. دي كان عندها 4 شهور تقريبا او 3 شهور ونص تمام. والبورتريه ده كان عندي بتاع لولو، كان جاي لي هديه في عيد ميلادي تمام. والصوره دي طبعا الشفاط شغال اهو. واللمبه التانيه دي كان نفسي برضو اجيبها هنا عشان تنور البوكس كله، بس زي ما انتوا عارفين اللي دهب قلت لكم بتقطع السلوك وبتقطع كل حاجه. الوقت بقى هجيب المتر ونقيس عملناه كام في كام، ونخش جوه نشوف الكلاب عاملين ايه. كملوا الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك بقى، يلا روحوا اعملوا لايك وتعالوا. تعالوا بقى نشوف دهب ورينا عاملين ايه. تعالوا ادي الودن، شفاط شغال، مروحه شغاله، الدنيا معاهم تمام الحمد لله، مفيش اي حر، ده مزاجها حلو، ميه ساقعه، البوكس مفتوح، اللي عاوز يخش ينام في البوكس ينام، اللي عاوز ينام على الارض ينام، فاهمني بسببي. فلازم ان اهم حاجه يبقى مزاجهم حلو. طبعا احنا دلوقتي اول حاجه هنعملها اللي احنا نخرج لولو دهب، عشان لولو دهب كده ايه كتير عليهم تمام. البتاعه دي بقى الوحيده هي الغلطه اللي في الموضوع دي، لازم تتغير في اسرع وقت، لازم نغيرها. بعدي طبعا لازم نريح المروحه، بس امشي. لازم نريح المروحه والشفاط عشان هم شغالين من الساعه 12 الظهر تمام. كفايه عليهم كده. الكلاب بقى تخرج تتهوى بره تمام. استنى اشيل حاجتي بس عشان الكلاب دي ايه هتبوظها. طبعا احنا معانا المتر اهو. ابعد يا ده،
احنا معانا المتر عشان نقيس كل حاجه اتعملت ازاي والتفاصيل. تعالوا بقى نخش جوه الاول نشوف التقسيمه بتاعتها، عشان انت لو عاوز تعمل زي دي توريها للنجار اللي انت هتجيبه ويعمل لك زيها بالظبط. تمام، يلا بينا نخش نشوفها عامله ازاي من. طيب احنا جوه اهو. تمام، عاوزكم بقى تتفرجوا. ده الباب. تمام، تفصيله الباب هو النجار عاملها على يعني زي الباب، هو باب بالظبط. فانتوا بقى تشوف هي معموله ازاي. تمام، متقسمه ازاي، مفصلات محطوطه فين. تمام، عشان انت اللي عاوز. دي الكهرباء، شفاط. تمام، ودي الضلفه الثابته. ده كده جنب. الجنب ده خليته عامل له رفف، بس لسه هفرشهم حاجات، مش عاوز اجيب الادويه هنا عشان الحر ما تبوظهاش. تمام، ودي الجنب التاني الشباك اهو، ترباس. تمام، وده الجنب اهو. الحته المفتحه دي كانت عيب في الخشب، مش من النجار، بس لسه هقفلها انا بحاجه تانية يعني. تمام، تعالوا بقى نشوف السقف اهو. تمام، ده السقف اهو. تمام، سايب الحته دي برضو فتحه تهويه. تمام، بس انا اللي حاطط الستاير عشان الشمس بس، مش اكتر. لكن دي كده كده بتشال كمان شويه، والكلاب اصلا ما بتقعدش جوه عموما. يعني الكلاب دلوقتي خلاص طلعت، ما عدتش هتخش هنا تاني غير الساعه 7 الصبح 8 الصبح وقت ما انا اجي اطلعهم بس. كملوا بقى الفيديو. تمام، وهنقيس يلا الحاجه ونشوف بقى المقاسات كام في كام. وعاوزكم تكتبوا في ورقه وقلم. ورقه وقلم ورايا احلى اخوات في الدنيا. ورقه وقلم وورايا يلا عشان نكتب ايه المقاسات كلها. اي حد عاوز اي حاجه يسجل، عشان في ناس كتير سالت عن طولها كام في كام او عرضها كام في كام، وفي ناس عاوزه تعمل اوض لكلابها. تمام، بس هو المتر بقى ما فيش. ماشي، عرفت. هنضطر ان احنا نعمل كده ونزنقها ما بين الخشب ونشوفها كام. 215 يعني 2 متر و15. تمام، 2 متر و15. في طول كام بقى؟ في طول كام؟ 2 متر 15. في طول يا عم انت وهو. في طول يا اخواتي. في طول ايه ده؟ هو المتر ده تعبان ولا ايه؟ يعني احنا قلنا 200 متر 15 في 200 متر 25، يبقى 200 متر 15 في 200 متر 25 طول في عرض. تمام، الشباك بقى عشان تبقى تقول للراجل النجار اللي انت هتجيبه الشباك طوله كام في كام. الشباك عرضه 60 سنتي، 60 في 70، 60 في 70، 60 عرض طول 70. تمام، تعالوا بقى نروح. عاوز تعرف مقاس البورتريه عشان لو هتعمل برضو بورتريه. تمام، 60 في 60، 60 في 60. البورتريه طوله عرض 60 في 60. ده خشب كده مش عارف اسمه ايه، خشب ايه، عامل زي الابلكاش كده لو تعرفوه. تمام، وجبت عليه استيكرات وقمت طابع دي، وقمت حاطط عليها لزق استيكر شفاف عشان البورتريه ما يبص. تمام، وبعد كده عملت الحز بتاعه بشكرتون عشان يبقى شكله حلو. تمام، تعالوا بقى نشوف الجنب التاني كام في كام ونعرف. هو الجو حر معلش والله، الجو حر جدا. هنشوف بقى مقاس الجنب ده. تمام، ونعرف ايه الدنيا فيه. ده مقاسه كله ولا بالباب؟ احنا نعمل الجنب وتقول لي النجار الباب. تمام، الضلفه الثابته دي متر و10، متر و10 في طول زي ما احنا قلنا 200 متر 25، اللي هو 2 متر 25. ماشي، يبقى الطول عندنا ثابت هنا 225 والناحيه الثانيه 225، والجنب هناك 215 والجنب ده متر و10. تمام، والباب طوله هنشوف طول الباب اهو عشان زهقت الجو حر.
انت قاعده جوه تعملي ايه يا ست انت كمان؟ انت معانا ولا علينا؟ المتر رخم، المتر بتاعه رخم، المتر مش عاوز يشتغل معايا. الباب طوله 2 متر، وال 20 سم الباقيين اللي هم ايه ال 25 بتوع الجنب التاني، تمام؟ يبقى الباب 2 متر في عرض كام؟ في عرض في عرض 75، في عرض 75، تمام؟ والجنب ده اللي هي الحته الثابته دي بتاع 20 سم، تمام؟ يبقى هو كله كامل برضه على بعضه 225 زي التاني، 225 عرض، تمام؟ في طول 200 وايه؟ في طول 225 في عرض. فكروني يا عم، انتوا مش بتكتبوا بورقه؟ هقيسها واجي لكم. 215 215 يبقى دي كامله على بعضها كام بقى عشان نبقى عارفين؟ 215، تمام؟ الشفاط ده برواز الشفاط، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده، ده 14 سم في 14 سم، تمام؟ الشفاط بقى مقاسه كام في كام؟ ايه مقاس الشفاط الغريب ده؟ 11 في 11؟ هو ده شفاط ولا ده ايه؟ هو مكتوب 11 في 11، فانت سجل شفاط 11 في 11، شفاط مطبخ. عاوزين ايه تاني؟ الكهرباء بقى دي ب 175، 175 2، تمام؟ يعني 300 جنيه وسلك الكهرباء وبالشفاط بالكلام ده كله، تمام؟ تعالوا بقى نتكلم الاول عن الخشب بكام. اجيب بس التليفون في الظل عشان التليفون زمان ولع. نتكلم بقى عن ايه؟ نتكلم عن الحاجه دي. دلوقتي احنا نتكلم، تعالى ده بتطلعي بره، اطلعي بره الجو، يعني نقفل المروحه اطلعي بره. دلوقتي هكلمكم على الخشب. حلو، الخشب هو عامل كده قبل ما يدهن عشان لو حد عاوز يشتري خشب، تمام؟ اهو اللوح بيبقى عامل كده، تمام؟ ده سمكه، معرفش بقى هو كام في كام الصراحه عشان ما اضحكش عليكم، عشان انا ما بفهمش في السنتيات والكلام ده. هو 3 سم تقريبا او 2 سم، تمام؟ وهو بيركبه على كده، بيتركب فوق بعضه بقى، تمام؟ ده الخشب. الخشب مكلفني بالظبط بالتروسيكل اللي جاي منزلهم 8750 جنيه، 8750، تمام؟ عندكم مصنعية النجار 1000 ونص، 1000 ونص ده بعد الواجب، عشان هو ما خدش حاجات الكهرباء، هو اللي مركب لي الكهرباء بس ما خدش مني ثمن الكهرباء. نتكلم عن ايه تاني؟ الشفاط، الشفاط ده ب 450. حلو، حاجة الكهرباء اللي هي دول دي والتانية واللمبة، اللمبة اللي جوه والاسلك والفيشة، والفيشة بالمفاتيح بتاعة الكهرباء مكلفيني بالظبط 800 جنيه. انا عاوزكم تكتبوا عشان لسه ما حسبتهاش انا صرفت كام اصلا، تمام؟ والمروحة دي سرقتها من بيتنا، المروحة اللي جوه دي انا سرقها من بيتنا والله العظيم. المروحة اللي جوه دي شايفينها اهي، دي سرقها من البيت. كده بقى عندك لسه ايه لو جيت تحسبها البراويز دي؟ يعني هقول لك على حاجه، البراويز دي انا كنت عاملها الكلام ده السنه اللي فاتت، اول السنه دي كنت عاملها ادي 1 2 3 4، الاربع براويز كانوا تقريبا في سكه 300 جنيه عشان اللي اعملهم على ايدي، تمام؟ لكن لو رحت الواحد ممكن يعمل لك الواحد بس ب 300 جنيه بس. ايه تاني؟ بس كده صح؟ كده احنا خلصنا. بقى 8750 جنيه خشب، 1000 ونص مصنعية نجار، براويز ب 300 جنيه، عندك الشفاط 450، حاجة الكهرباء 800 جنيه. ونسيت اقول لك اللي ده اللي انا جايبه برضه، ماشي؟ ولسه صح فكرتوني، السيلر، السيلر بالفرشة بالدهان اللي انا حاطه اللي هو اللون ده، تمام؟ عاملين بالظبط 500 جنيه، 500 جنيه. فانت احسب
8750 1000 ونص 450 شفاط 300 جنيه من دي. تمام. 800 جنيه كهرباء ال 800 جنيه بالكهرباء بالمفصلات، عشان المفصله الواحده اللي هم الاثنين في الباب مثلا، الواحده في الباب وواحده في الشباك، الواحده عامله 175. تمام. وبس كده. والقفل ده تعبان هنغيره. تمام. وبكده تكون خلصت حلقتنا. ما تنساش بكر الشيكرتون ب 25 جنيه والنجار خدها وهو ماشي. وما تنساش بقى تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وانتظروا الحلقه الجايه، جايب لكم فجأة ايه، استنوا. فعاوزكم بقى، انا مش هوريها لكم، عاوزكم تتوقعوا دي ايه في الكومنتات، وهرد على كل الكومنتات. ده ايه؟ مش هفتحه الحلقه الجايه. تمام. انا ممكن اوريكم لونه كده. تمام. عاوزكم بقى تتوقعوا ده ايه في الكومنتات. يلا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. سلام. احلى اخوات واصحاب. سلام.